السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل حال. نسمي بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. هنعمل النهارده شويه مكرونه سباكيتي، شويه بطاطس محمره جنبيها، طبق سلطه. كان عندي بواقي من الفراخ هحطها معاها، بس الاساسي عندي المكرونه السباكيتي والبطاطس وطبق السلطه وفي مخلل. اول ما الميه غليت انا سقطت كيلو مكرونه سباكيتي اهي، حطيت لها شويه زيت شويه ملح، واول ما بكسرها نصين وبنزلها بتبدا ان هي تطرى معايا، هديها تقليب اهي، ايدي فيها على طول. يستحسن الحله الاستانلس تبقى حلوه قوي، بتوزع الحراره كويس قوي وبتخليها سليقه حلو. بصوا ايدي فيها. بعد كده جبت الصلصه، شويه توم حمرتهم في شويه زيت، نزلت عليهم بشويه خل، وبعد كده نزلت بكيس صلصه من اللي انا مخزناه، وحطيت عليه معلقتين صلصه من البرطمان اهو. بصوا بقت حمرا ازاي. طبعا انا عشان ببقى معصجه الصلصه اصلا وحطاها، يا دوبك هديها غلوتين وبقى هطفي. انا حطيت لها شويه ملح، شويه فلفل، شويه كمون، شويه كزبره ناشفه، شويه كاري. هسيبها تدي غلوتين وهطفي عليهم، ويبقى انا كده خلصت الصلصه بتاعه المكرونه. تمام. انا بالنسبه للمكرونه، انا بعد ما بصفيها بحطها على النار، برشرش عليها شويه ملح، بديها شويه كمون، شويه كاري، شويه كزبره، شويه زيت، وافضل اقلبها كده زي تقليبتين على النار وهطفي. بتطعم، بتبقى طعمها حلو قوي. عندي اللي بياكلها نيه يعني بتبقى بيضه، وعندي اللي بيحط لها صلصه بتبقى حلوه قوي. كده خلاص يعتبر انا خلصت المكرونه بصلصتها. هنعمل شويه البطاطس وهنعمل شويه طبق السلطه، ونشوف في التقديم هتبقى عامله ازاي. مش هطول عليكم، بس بقول لكم الافكار اللي ممكن تجدد معاكم كل يوم، اللي انتوا تقدروا تعملوها، وفي نفس الوقت ادينا بنفكر مع بعض. اكتبوا لي حتى في التعليقات ايه حابين اعمل ايه، يعني ايه الحاجه البسيطه برضو اللي انا اقدر اعملها، وادينا بنفكر مع بعض، لان اليوم بيبقى شهر رمضان عايز اكل يوميا، اذا كان يعني باللحوم او غير لحوم. بس هتعملي عشان ولادك يفطروا وعشان انتوا تفطروا، لكن في الايام العاديه ممكن نقضيها، وبالليل ممكن نجيب اي حاجه خفيفه، جبن، بطاطس، مكرونه، حاجات خفيفه كده وخلاص، او بيض. فخلاص احنا كده عملنا النهارده دي المكرونه. خلاص هي دخلت على سليق اهي، سلقت معايا. هصفيها وهشوحها زي ما قلت لكم، والاكل خفيف وسهل وبسيط. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.